قررنا الانشقاق عن الجيش. نحن ضباط وسط ضباط مدينة البستان. أنا العميد الركن المهندس محمد أنور محمود سعد الدين. العميد الركن أكرم محمود سعد الدين القوات المدفعية والصواريخ. العقيد الركن بشار محمود سعد الدين مرتبات قوات المدفعية والصواريخ. العقيد غازي العيسى الفرقة 18 في العمليات. العقيد نايف خلف المرتبات المدرسة الفنية الجوية. المقدم المهندس مصعب محمود سعد الدين من مرتبات أكاديمية حلب للهندسة العسكرية. النقيب الطيار علاء صلاح الدين سعد الدين من مرتبات الكلية الجوية. النقيب محمود عبد الوهاب الأشتر من مرتبات كلية موشاد. الملازم أول محمد غازي العيسى قيادة القوى البحرية فرقة التسليح. الملازم أول قصي محمد أنور سعد الدين من مرتبات الثالثة مدرعة. الملازم عمران أيمن سعد الدين من مرتبات إدارة التسليح. المساعد المجند عصمت صلاح الدين سعد الدين من مرتبات إدارة الحرب الإلكترونية. إن هذا الجيش انحرف عن مهمته الأساسية التي أقسمنا عليها، وهي حماية أرض سوريا برا وبحرا وجوا. لهذا قررنا الانضمام إلى القيادة المشتركة للجيش السوري الحر، ونعاهدكم يا شعبنا في سوريا الأبية أن نصون هذا القسم حتى الشهادة أو النصر. ويجدر بنا أن نشكر كل من المجلس العسكري في المنطقة الوسطى، ولواء خالد بن الوليد في حمص، وكتائب الفاروق في حمص وإدلب، وكتيبة شهداء حلب المهام الخاصة التابعة للواء صقور الشام، ولواء أحرار دارة عزة، حيث تم بعونه تعالى وبالتنسيق معهم تسهيل عملية الانشقاق. كما نخص بالامتنان لقناتي الجزيرة والعربية وجميع قنوات الإعلام الحر لمساندتها الشعب السوري الأعزل في ثورته اليتيمة. ونشكر تركيا حكومة وشعبا لما تقدمه من تسهيلات وحسن ضيافة لأهلنا المهجرين والمنكوبين. ومن هذا المنبر ندعو كافة العسكريين الشرفاء ضباط وسط ضباط وأفراد إلى الانضمام إلى ثورة الحرية والكرامة. عاشت سوريا حرانية، والله ولي التوفيق.